السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بقى جاي لكم فيديو بسيط كده خفيف. النهاردة لقينا اللفت أول طلوع اهو يا جماعة، اللي بيحب المخلل بتاع اللفت اهو. شوفوا حتى لسه صغير ازاي بقى، يعني شوفوا صغير ازاي. فأنا جبته ونضفه، طبعا بيبقى هنا كده ورق، احنا بننضفه كويس قوي، وبننضف هنا وبيتغسل كويس لما يبقى بالشكل اللي معاه كده اهو. بناخده بقى نقطعه كده اهو، تقطعيه عادي خالص كده اهو اهو، وتشوفي كده وتقطعي اهو. دول اللي بيحبوا يا جماعه الحاجة اللفت، انا عن نفسي بحبه، فعشان كده ساعة ما بلاقيه خلاص بجيبه على طول اهو. اهو تقطيع بسيط خالص اهو. بس ده تقطيع الايه اللفت معانا، هنقطعه كويس كله زي بعضه قد بعضه كده عشان يحتك كله مع بعضه يعني اهو اهو. بدل ما تشتريه من بره، اعمليه في البيت بطريقة سهلة وبسيطة أوي، بيبقى أحلى. يعني أنا عن نفسي بحبه يعني، فعشان كده بحب إن أنا أعمله في البيت على طول، مبحبش أجيب حاجة من بره أهو. شفتوا بقى الطريقة بتاعت التقطيع؟ هو ده طريقة التقطيع. لا تجيبي بقى حاجة اللي هي الأشكال ولا حاجة، في ناس بتحب تجيب أشكال ولا أي حاجة، بطريقة بسيطة كده اهوت، عشوائية كده اهوت، قطعها. أخلص بقى الكمية وأوريك هنعمل فيه ايه. كده اهوت أنا قطعته كله اهو وغسلته حلو قوي. هنجيب بقى شوية ملح كده، حوالي يعني ايه 3 4 معالق ملح. فايدة الملح هنا ايه؟ علشان ينزل المية اللي فيه وما يطرش معاكي في الحال. كده نسيبه في الملح بقى، يعني سيبيه حوالي 3 4 ساعات عشان ينزل المية. تلاقي كمية المية بقى نزلت تحت هنا، هتلاقي فيه مية كتير نزلت في الآخر هنا، وتبقى بقى معاكي العود ناشف ما عادش فيه حاجة. فأنا هسيبه وأوريهولكوا برضه وهو منزل ميته اهوت. اللفت بعد ما سبته حوالي 3 ساعات، شوفوا كمية المية اللي نزلت منه قد ايه اهو. ده عشان محطوط عليه الملح، وتسفي الملح شويه بينزل كميه الميه ديت علشان ما يتهري. دلوقتي بقى هحطه انا عندي ميه كان فيها شرشه، يعني كان فيها شطه، فخلاص هنحطه اهوت. واقوم عامله ايه بقى كده، حطيته واحط عليه بقى شويه شطه. يعني هيفضل بس للصبح، والصبح هناكل منه واوريهولكوا على طول. بس كده، ده طريقته. لو عجبكم بقى الفيديو الجميل البسيط ده، ما تنسوش الاعجاب والاشتراك بالقناه عشان يوصلكوا كل جديد.